جايز طبعا أصور لكم طبعا هذا الجزء الثاني طبعا راح أصور لكم شوي منه، يعني لأني أنا ملانة ومش حابة أصور، بدي يعني هيك مش عارفة ليه. المهم خلينا نكمل. نناقش زملائي سبب تسمية الجهاز الهيكلي المحوري بهذا الاسم، لأنه يحمل الأجزاء الرئيسية للجسم ترتكز عليه عظام الهيكل الطرف. أنه يحمل الأجزاء الرئيسية للجسم وترتكز عليه عظام الجهاز الهيكلي. يا جماعة كنت يعني قاعدة لافة وجهي لأن جاوبت كله صح. اليوم مفتح علي بس المشكلة لوز هذا اللوز اللي بتعرفوا انه يفتح المخ اكتر. الهيكل المحوري ما نوع عظام الجمجمة عظام مسطحة. يوجد للإنسان فكان هما علوي وسفلي. السفلي يتحرك. هل أستطيع تحريك الجزء العلوي من عظام جمجمتي؟ لا لأن مفاصلها ثابتة. هلا أنا حكيت يعني طبيعي وعادي، ما بدي أحكي مصري، خلصت تعبت. حاول تحريك الفك العلوي. هل أستطيع تحريكه؟ لا لأن مفاصله ثابتة مثل الجمجمة، مثل الجزء العلوي من عظام جمجمتي. هذا مش ضروري. ترتبط عظام الفك العلوي مع عظام ترتبط عظام الهيكل المحوري بمفاصل ثابتة. مش كلهم ترتبط عظام الفك العلوي مع الجمجمة بمفاصل ثابتة. هاي اللي عرفت أحفظ. حاول مضع قطعة من الخبز دون تحريك الفك السفلي. هل أستطيع أسجل ملاحظاتي؟ لا طبعا ما بنقدر، لأنه من دون الفك السفلي كان قدرنا لا قدرة على الكلام ولا قدرة على الشراب ولا قدرة على الطعام، يعني ما قدرنا ناكل. تعرفي أمي تركتكم يا جماعة شغالين وناسي اني انا بصور وقاعدة بتهبل على المراية. ماسكة طبعا يعني تبعت اسنان بس يضيع الهبال. ترتبط عظام الفك السفلي مع عظام الجمجمة فاصل متحرك. مع أهمية ذلك زي ما قلنا إنه تناول الطعام والشراب والقدرة على الكلام، زي ما أنا قلت إنه نقدر نتناول، ناكل، نشرب، نحكي مثلا، يعني من دون الفك السفلي. لو ما كان الفك السفلي مفاصل محدودة الحركة كان ما قدرنا لا نحكي ولا إشي. هلا ننتقل للي بعده. كان بده مني
إنه أتأمل الشكل الآتي. راح أورجيكم اليوم. بده مني أتأمل الشكل الآتي، ويلا نتأمل. هلا بقولك تجويف العين. هلا وين المعلمة حكت لنا إنه وظيفة الجمجمة اللي هي حماية الدماغ وحماية أعضاء الإحساس. حماية أعضاء الإحساس مش عنا الحواس الخمسة، مثلا حاسة الأنف، حاسة العين، مثلا حاسة الأنف، العين، الأذن. هدول الثلاث حواس لازم الجمجمة تحميهم، وهي حاميتهم. صح ولا حكي غلط؟ شو برأيكم انتو؟ شاركوا معي. يلا لننتقل للي تحت. اوكي هنا بيورجينا شو هو يعني بقول لك العمود الفقري. تفحص مجسما للعمود الفقري وأجيب. اوكي العمود الفقري، وهنا فقرة قرص غضروفي. طبعا هذه اللي مخطط عليها. اصبر نعمل فوكس. هذا الصغير فوكس. اصبروا. طبعا هذه الصغيرة اسمها أقراص غضروفية، واللي بينها فقرات. هي فقرات. طبعا يتكون شو اسمه، طبعا اصبروا جايز. اوكي جايز، كان في اشي غلط في الجوال فعشان هيك زبطته. طبعا هذا الابيض اللي انتو شايفينه اللي عامل فوكس هلا، هذا الابيض اسمه الحبل الشوكي. هذا الحبل الشوكي مثل الاعصاب، يعني هيك مثلا مثلا لو طرقت في اشي راح يوجعك ظهرك، بس لا هو مش عصبة، يعني هو اسمه حبل شوكي. هلا ننتقل على الصفحة الثانية اللي بعديها. شرحنا كل اشي. طبعا هذه الصفحة ما رح تنحسب لانه هذا نشاط. اوكي هلا انه رح اعملكم لصفحة 10 بس، يعني بكون خلصت. هلا على ماذا ترتكز الجمجمة؟ على العمود الفقري. كلنا بنعرف انه الجمجمة بترتكز على العمود الفقري. هلا ماذا تسمى الكائنات الحية التي يحتوي جسمها على عمود فقري؟ بتسمى الفقاريات. هلا مما يتكون العمود الفقري؟ يتكون من عدة فقرات عظمية وأقراص غضروفية. هلا وظيفة الأقراص الغضروفية هنا تعطي العمود الفقري المرونة اللازمة لتسهيل الحركة وتساعد على تحمل الضغط الواقع فيه. هلا هنا يفصل بين الفقرات أقراص تسمى أقراص غضروفية. هلا هنا أقف وأحاول ثاني الجزء العلوي من جسمي باتجاهات مختلفة كما في الأشكال الآتية. هل أستطيع ذلك؟ نعم أستطيع. هي هنا استطعنا عملوا الولد، هنا عملوا الولد، وهنا قدر يعملوا الولد. ولو أنا مكانه كان عملت لكم، بس ما بحب أطلع وجهي بس إنه ممنوع شعري، يعني هو ممنوع جسمه هيك. لا ترتبط معظم الفقرات العمود الفقري بمفاصل محدودة الحركة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها تتحرك باتجاهات محددة، وليس في جميع الاتجاهات. هلا هون أكتب بلغتي تعريفا للعمود الفقري. سلسلة من الفقرات العظمية ترتبط معا وتمتد من الناحية الظهرية حتى ترتبط من الناحية
الناحية الظهرية للجسم. طبعا وهي هون وصلنا صفحة 9 ننفشه. وصلنا صفحة 10 هي آخر صفحة وهذا آخر بارت. اوكي هلا أتأمل صور القفص الصدري الآتية وأجيب. هون الرئتان، القلب، وعظمة القص والأضلاع. لهم عض الأضلاع القفص الصدري وتساوي 24 ضلعا أي 12 زوجا من الأضلاع. هلا هون ترتبط 10 أزواج من الأضلاع بعظمة القص بينما يبقى زوجان من الأضلاع بشكل حر. من الأعضاء التي تحميها القفص الصدري هي الرئتان والقلب. هلا لماذا سمي القفص الصدري بهذا الاسم؟ لأن شكله يشبه القفص ويحمي منطقة الصدر. هلا هو ويحمي منطقة الصدر. هلا أول لأنه شكله مثل القفص، يعني مثل القفص السجن أو مثل القفص العصفور، وهو موجود بمنطقة الصدر عشان يحمي الرئتين ويحمي منطقة الصدر برضه. المهم خلينا نكمل. أستنتج أن القفص الصدري يتكون من الأضلاع وعظمة القص. هلا وأهميته هي حماية القلب والرئتين. احنا كلنا عارفين ليه هذا حماية القلب، وحكيت لكم وقت ما ورجيتكم الأعضاء وهيك، وقلت لكم إنه القفص الصدري بيحمي إيش؟ بيحمي القلب والرئتين. وأنا قلت لكم لما كنت بالجزء الأول لما قلت لكم إنه هيك. المهم هلا عللي مهم جدا جدا جدا. والمعلمة قالت لنا إنه رح تجيبه في الامتحان، وكل معلمة قالت لكم رح تجيبه أكيد كل معلمة رح تجيب عللي في امتحان، لأنه فسري اذكري السبب. هلا هنا ليش آخر زوجين من الأضلاع ما برتبطوا بعظمة القص؟ عشان لتسهيل عملية التنفس، عشان تعرف تتنفس يا أخي عشان تعرف تتنفس. هلا نروح لكم هون عن غيب عشان هلا بدك تعرف تتنفس، ما انت مش بدك تعرف تتنفس. هلا انا رحت بعيد عن الكتاب، بعيد بعدت كم. هلا انا بقول لك علي اذكر السبب ليش اخر زوجين ما بيرتبطوا مع بعض. هقول لكم ليه. لانه ما نرد نعيد هذا الحكي لما قلت لكم بالجزء الأول إنه القفص الصدري إنه آخر عظمتين ليش ما بيرتبطوا مع بعض؟ لتسهيل عملية التنفس، ولأنه الحجاب الحاجز رح ينتفخ ورح يصير كبير. لما الحجاب الحاجز ينتفخ ويصير كبير بده مساحة، ولو كانوا هدول مرتبطين في عظمة القص كان ما قدرنا نتنفس، واجهنا مشكلات في التنفس وصعوبة في التنفس. طبعا هذا مش مكتوب، بس أنا جبته من عندي عشان أفهمكم وقت ما تدرسوا إنه هذا الحكي كله مهم جدا جدا جدا. وعللي أو أذكري السبب مهمين جدا 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 جدا. يلا هلا هون هيك بيكون خلص الفيديو. أتمنى إنه يكون الفيديو عجبكم. بحبكم كثير 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 كثير. باي باي. بدي أكمل دراستي.